والهواة في السينما كانوا على موعد مع افتتاح تظاهرة سينما ديار الحفر بمطماطة في دورتها الأولى، دورة يشارك فيها أكثر من 150 من المبدعين الشبان بإنتاجات وثائقية قصيرة وصور فوتوغرافية. المهرجان ستتاح من خلاله فرصة إبراز الخصائص التراثية بجهة مطماطة وبحث سبل المحافظة عليها. إلى معتمدية مطماطة أين تم تصوير عدد من الأفلام العالمية التي بقيت في ذاكرة السينما الدولية، عاد عدد من المبدعين الشبان من مختلف جهات الجمهورية لتأثيث دورة أولى جديدة من مهرجان سينما الديار الحفرية التي تنتظم بهذه المنطقة الأثرية بولاية جابس. التظاهرة هذه هي جات سعيا منا وطموح من شباب الولاية أن تصبح مطماطة ان بلاتو دو تورناج. نتمنوا المخرجين العالميين السينمائيين والمخرجين التوانسة والمغرب العربي بصفة عامة أن تستقطبهم مطماطة. حبينا نقولوا كون راهي مطمطة مخزون ثقافي تراثي كبير ياسر، المتنفس الوحيد لبناء تنمية اقتصادية فعالة في هالجهة هذه، لذا لازم نستثمر ونوظف هذا التراث توظيف صحيح وسليم. في هذه الدورة الجديدة والنسخة الأولى من مهرجان سينما ديار الحفرية بمعتمدية مطمطة، ثلة من الناشطين في المجال السينمائي من المؤسسات الجامعية والمدارس الخاصة بتونس، إلى جانب عدد من المبدعين جاءوا لتأثيث هذه الدورة الأولى في هذا المهرجان. لمينا هواة السينما من تقريبا من الجمهورية الكل، من الجزائر، من سوريا، من لبنان، من بعض الدول الشقيقة والصديقة، باش يكون فما الصورة المحلية تخرج من الإطار نتاعها هذا، من الفضاء الجميل هذا نتاع مطماطة. شاركتنا في المسابقة إن شاء الله تاع أفلام وثائقية إن شاء الله، ومنها نكتشفوا المنطقة ونديروا مجهودنا باش نكون المنتوج تاعنا في أحسن صورة باش نعرفوا بالمنطقة هذه إن شاء الله. دورنا باش نخرجوا كل نقطة قوة ونقطة جمال وفن في هالمدينة. بين الورشات الفنية والعروض السينمائية في ديار الحفر وفي الوحدات السياحية التي احتضنت تصوير عدد من الأفلام السينمائية، يتواصل هذا المهرجان الأول الذي يؤسس لثقافة جديدة